بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم فيديو جديد. الفكره اخداها من مطبخ حلا. الاكله بتاعتنا هنعملها بربع كيلو لحمه مفروم، وربع، لا اكتر من الربع شويه، عدس بجبه منقوع. لو هننقعه في ميه سخنه هيبقى ساعه، لو هننقعه في ميه بارده من 3 ل 4 ساعات. آه معايا بقدونس وشبت وفصين توم وبصله، معايا كمان بهارات، ومعايا بقسماط. كل ده بعد ما العدس ابو جبه اتنقع هنحطه في الكبه، وهنخلط المكونات دي كلها مع بعض عشان هنعمل بيها بفتيك كداب او البفتيك عامه، اللي هو بس طبعا مش بشرايح لحم، ده باللحمه المفرومه. هنشوف هنعمله ازاي. معلش يا جماعه، انا حاولت وانا كنت يعني وانا بصور بتكلم وكده، بس الصوت ما طلعش. ف دي تاني مرة أو تالت مرة بحاول إن أنا أسجل الصوت، وبرضه ما كانش بيطلع، فمش عارفة بقى هيطلع المرة دي ولا لأ. طبعا بعد ما كل الخليط اتمسك مع بعض اهو، طلعته علشان هشتغل بيه. ده بقى هنعمل ايه؟ هنكون محضرين أكياس متقطعة كده، وهنعمل اللحمة اللي احنا عملناها أو الخليط اللي احنا عملناه كور كده، وهنعمل كل جزء في كيس كده ونبططه لوحده. بعد ما نخلص تبطيط الكمية دي كده جوه الكيس، هي جوه الكيس والكيس متني عليه وكيس مفتوح، بيتباعوا كده، او نجيب اللي هو الاكياس بتاعت التلاجة دي ونقصها ونعمل جوه. انا بعمله بني الاكياس ليه؟ علشان ما تلزقش في ايدي، وعلشان مش هينفع امسكها لانها هتبقى سمكها مش يعني مش سميك قوي اهو. وبعد ما اخلص الكمية بتاعتي هحطها عندي في الفريزر عشان تاخد تشميعها. انا خلصت الكميه اهي، ربع كيلو مع 3/4 كوبايه العدس طلع لي 10 اقراص كده زي ما انتم شايفين. هيشمع في التلاجة، ولما يتماسك هطلعه، وهكون محضره عندي طبق فيه دقيق متبهر، وبقسماط برضو متبهر في طبق تاني، وبيض على لبن على فلفل اسود ومع ملح، علشان هعمل لده كفر كده من المكونات دي اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبهر كل صنف على حدة. ده البقسماط هنحط فيها طبعا ديت بهارات مشكلة، ما هيش شطة ولا بابريكا، لا مشكلة. البيض هحط عليه بهارات لحمة مع فلفل، علشان ما يدينيش كله طعم واحد، عشان احس بطعم البهارات. فاللي انا هحطه في الدقيق والبقسماط مختلف على اللي انا هحطه في البيض. طبعا بكتر في البيض اللي هو الفلفل الاسود عشان الزفارة، وهضيف على البيض لبن. ولازم طبعا كل حاجة من دي على حدة بملح وبكميات معتدلة عشان ما يبقاش مملح قوي يعني. انا حطيت اللبن اهوت كده زي ما احنا شايفين. يا ريت بس الصوت يكون طالع. هنقلب كل حاجة كده. هيكون بقى البفتيك بتاعي تماسك في الفريزر. هطلع كل قطعة على حدة كده بعد ما احط المقلاية على النار وفيها زيت غزير، بس مش هحط قطعتين مع بعض، هحط قطعة قطعة علشان اعرف اقلب القطعة وما تبص مني. هنشوف كل ده في الفيديو. انا طلعت القطعة اهو، شلت من عليها الغلاف النايلون وحطها في الدقيق الاول. هتشوفوها ان هي جامدة اهي، يعني متماسكة، لان مش هينفع تبقى طرية، هي كده متماسكة. وهحطها في الدقيق الاول كده، وبعدين احطها في البيض واللبن، وبعدين احطها في البقسماط اهو. شوفوا انا ماسكاها ازاي، يعني لو كانت مش متماسكة كده مكنتش هعرف امسكها. ده البفتيك باللحمه المفرومه والعدس ابو جبه. العدس ابو جبه طبعا له قيمه غذائيه عاليه بالالياف بتاعته، عشان اللي مش بياكله يبقى كده ايه، استفاد بيه يعني. هي تجربه بس بجد بجد طلعت جميله قوي وطلعت حلوه قوي. وعلى فكره الاقراص هتفضل كده بنفس شكلها، مش هتكش ولا حاجه. شوفوا، شوفوا القرص متماسك ازاي. حطيته في الدقيق وبعدين البيض واللبن، وبعدين حطيته في البقسماط، وهنزل عليه ايه، في المقلايه اهو على نار هاديه علشان ما يتشعوطش وما يكونش استوى. انا سخنت الزيت قوي ووطيت النار بقى اهو زي ما انتوا شايفين كده. هسيبه بالراحه خالص لحد ما ياخد الوش الذهبي بتاعه من الجنب ده، وبعدين ايه اقلبه على الوش التاني. ما ينفعش اقعد احرك فيه او اقلب فيه على طول.
هو طبعا متماسك فهيسيح براحته يعني. هعمل واحدة تانية على ما على النار تخلص يعني. طبعا انا اختصرت الفيديو علشان ما اطولش عليكم. وانا بعمل الفيديو ده كنت بعمل جنبها أجنحة دجاج، الأجنحة بتاعت الفراخ يعني، بس بالدبوس بتاع الكتف. أنا كنت محوشاهم علشان أما كنت باخد الصدر أخليه عشان أعمله بانيه، فباخد بقى الكتف بالجناح، بيبقى الكتف فيه لحم، فساعات كنت بسلقه واخد الشوربة بتاعته أعملها المحشي. فالمرة دي قلت لا أعملها برضو معاكم في فيديو تاني، بس بعد ما أخلص ده أنا هعملهم مع الفيديو ده، بس انا هعمله في فيديو تاني عشان ما يبقاش ايه الفيديو فيه اكلتين طوال يعني عشان تعرفوا تشوفوه. فانا بعد ما اخلص ده هقوم عامله الاجنحه بالدبوس بتاع الكتف في فيديو تاني. ويا ريت يعجبكم الوصفات دي. الوصفه دي عجبتني قوي من مطبخ حلا، فقلت اجربها، لان طبعا احنا بنعمل الاكلات مع بعض عشان نجرب مش عشان نتفرج وخلاص. كده اهو. طبعا انا بجيبها لكم برضو اهوت عشان تبقى قدامكم. وبعد طبعا ما اخلصها اطلعها على مناديل علشان بتبقى شاربة زيت. طبعا بعد ما هطلعها على المناديل مش هيبقى فيها زيت خالص، لان المناديل هتشرب الكمية اللي هي زيادة من الزيت بتاعها. وطبعا هو الزيت كان الاول نضيف، بس عشان دي فيها بيض وبقسماط لازم الزيت يبقى كده يعني، فعشان كده انا بوطي عليه عشان ما يبقاش متحرق. ولو اتحرق معانا وطلع ريحة انا بصفيه وباخد الدقيق والبقسماط اللي راكز فيها وبزود زيت وبخلص الكمية بتاعتي. وبعد ما اخلص طبعا هرمي الباقي ده واغسل المقلاية واشتغل بطريقة تانية مع الوجبة التانية اللي انا هعملها بتاعت اجنحة الدجاج يعني. اهو شوفوا عامل ازاي طالع كله كده بكياسه. انا مش هفك الكيس الا واحده واحده لو انا بقليها يعني. كده بقى انا هخلص الكميه بتاعتي كده، وهبدا بقى ارصها في الطبق وهتشوفوها معايا. دي وجبه البفتيك الكداب او البفتيك باللحمه المفرومه والعدس ابو جبه. يا ريت تكون عجبتكم، وطريقه فعلا انا جربتها ووصفه حلوه وطعم حلو، وهو تغيير يا جماعه. الواحد في الظروف اللي احنا فيها دي لازم نقتصد في كل حاجة يعني. ودي وجبة اقتصادية. العدس كان عندي بقسماط، هو ربع كيلو اللحمة وعملنا منه الوجبة بتاعتنا دي. وبرضه حتى لو ما كانش عندنا العدس واشترينا ما فيش، مش غالي يعني. نجيب تمن عدس مع ربع لحمة مفرومة وبقدونس وشبت والبصل موجود عندنا، وعملنا الوجبة الجميلة دي. وأقول لكم في نهاية الفيديو يا ريت تكون الوصفة عجبتكم، ومع السلامة واشوفكم في فيديو جديد. وهو ده الوجبة في الآخر يلا اقول لكم مع السلامة واشوفكم على خير في فيديو جديد.